كان في برنامج زمان بتاع الأستاذ العظيم الراحل فؤاد المهندس. كان دايما، مش عارف كل الناس اللي متابعاني يعني عارفاه ولا لأ. اسمه كلمتين وبس. فهم النهاردة كلمتين وبس، هما كلمتين اللي هيتقالوا دلوقتي وبس، شكرا يا باشا. ايه هما؟ مين فيكم يا رجالة؟ مين في كل جماهير الكرة المصرية، مش الجماهير الأهلي بس، ما زهقش واتخنق خلاص جاب اخره من الهجص بتاع كابتن رضا عبد العال؟ انا اسف في كلمه كابتن اصلا. مين ما زهقش من القصه دي؟ يعني امبارح الاهلي والمصري ماتش جميل، ماتش حلو، انتهى برباعيه للنادي الاهلي ومزيكا وجوان كلها مزيكا وحاجه، حفله كده زي ما مسميينها يعني. حفله الاهلي عملها امبارح. ايه يا كابتن رضا؟ يعني التحكيم جامد الاهلي في ايه يا كابتن؟ الحفله للاهلي، يعني انت سبت الحفله اللي الاهلي عاملها وسبت كولر المدرب العظيم، سبت رضا سليم اللي خلاص بقى اسمه الساحر الجديد في النادي الاهلي، سبت امام عاشور المتالق، المتالق بزياده قوي، سبت كل اللي حصل في الملعب، سبت احمد عبد القادر ونشاطه ورجوعه بيلعب بروح والكلام ده، سبت كل ده ومسكت في الحكم. تعالى قول لي الحكم اللي جامل الاهلي في ايه؟ قول لي. انت بتتكلم على 8 دقايق اللي الحكم حسبهم وقت بدل ضايع؟ هو ده اللي مضايق حضرتك؟ هو ده اللي مزعل حضرتك؟ طب ما تحسبها بالثانية، ما تحسبها، امسك الساعة كده واحسب الوقت اللي ضاع في الماتش كان قد ايه. وبعدين هو ده اللي انت خدته على الحكم؟ يعني مش مثلا ضربة جزاء على الاهلي ضد الاهلي ما اتحسبتش مثلا؟ مش حاجة كبيرة يعني، مش حاجة كبيرة أوي يعني، اللي مثلا ضيعت الفوز من المصري ولا ضيعت تعادل مثلا ولا حاجة. يا راجل الأهلي كسب بأربعة، أربعة وجوان كلها مزيكا، 4 أهداف الأربعة كلهم مزيكا، مزيكا. فأنت سبت بقى كل ده ومسكت لي في إن الحكم إزاي يحسب 8 دقايق ولا الأهلي لو يا عم أنت بتهزر أنت بتهزر. انت اي معارضه والسلام خالف تعرف، خدونا معاكم لحسن اعيط. ايه يا كابتن؟ يعني اتخنقنا وزهقنا يعني. ومع ذلك عايز اقول لك الاهلي عامل زي القطر، مش هيبص لكل كلامك ده اصلا. هنكسب وهنكسب وهنكسب. قول لي انت بقى تحكيم، قول اي حاجه في الدنيا، قول الكلام اللي انتوا متعودين عليه دايما. هنكسب والدوري بتاعنا ان شاء الله باذن الله، وافريقيا بتاعتنا ودوري الافريقي الجديد ده بتاعنا والسوبر، كل حاجه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله الموسم ده. ايه رايك بقى؟ ربنا يهدي.